كان آدم نايم جنب مراته ريهام. الساعة كانت 2:13 بعد نص الليل، والمطر بينزل خفيف. صوت الموبايل قطع هدوء الغرفة. آدم فتح عينه نص فتحة، لمح موبايل ريهام بيرن، والرقم مش محفوظ. مد إيده بهدوء وهو متأكد إنها لسه غرقانة في النوم، ورد على المكالمة. صوت راجل واطي لكنه واضح. قال: حبيبتي، ما بترديش ليه؟ أنا مستني تحت البيت. آدم اتجمد مكانه وحس حاجة تقيلة في صدره. التفت ناحية ريهام، لقاها بتتحرك ببطء. فتحت عينيها وهي لسه ملامحها شبه نايمة. قال لها بصوت واطي لكنه مضغوط: في راجل بيقولك حبيبتي ومستنيك تحت البيت. ريهام غمضت عينيها ثواني كأنها بتحاول تستوعب، وبعدين فتحتهم. فجأة انت فتحت المكالمة. آدم شد نفسه وقال: أيوه، وسمعته بنفسي. ريهام قامت من نص السرير وهي بتحاول تاخد الموبايل من إيده، لكن هو سحب إيده بسرعة. مين الراجل ده يا ريهام؟ سألها بحدة. هي سكتت، عينيها بدأت تلمع وصوتها اتكسر: الموضوع مش زي ما انت فاكر. آدم نهض من على السرير وقال: خلاص، أنا هنزل أشوف مين تحت. ريهام قامت بسرعة ووقفت قدام الباب. صوتها ارتفع لأول مرة: لا، ما تفتحش الباب. وفي اللحظة دي جرس البيت رن. اعمل لايك واشتراك عشان تشوف الجزء التاني.